السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الرؤوف. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير. اليوم الفيديو راح يكون بزاف شباب خفيف وظريف وما راحش يكون طويل بزاف. اليوم جبت لكم طبق البرانية، وصفة جزائرية تقليدية وبمقادير اقتصادية، ما رايحش كامل يدي منك الوقت في وقفة وانت حضرتيه، ويجي طبق بزاف بنين ويشهي. مع هذيك لاصوص الخاص راح تجربوا تعرفوني واش راني نهدر. جربوا على طريقتي وتابعوني خطوه بخطوه، راح يجي معكم بنين بالبزاف. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. عندي لي طرونج تاع الدجاج كما كنتو تشوفوا، وعندي قيس حبه كبيره تاع الطماطم مرحيه، وعندي ثاني قيس حبه كبيره تاع بصله ثاني مرحيه، وقيس فص تاع الثوم، وعندي كميه من الحمص. وبالنسبه للتوابل عندي كركم وعندي سكنجبير وحرار وشويه تاع الكرويه. هنا نجيب القدرة تاعي نحط فيها دوك الفخاد تاع الدجاج وندير عليهم الملح وندير الزيت ونقليهم مليح. انا بعد ما تقلاو معايا هذوك لي كويس نروح نضيف عليهم هذيك البصله المرحيه. بالنسبه لي انا رحيتها في الروبو، كما تقدري ترحيها غير في السكرفاج. ونضيف عليهم هذيك قيس فصه تاع الثوم. انا الثوم هنا كان عندي مخدوم، قلعت قيس مغرف صغيره، وانتم ديروا قيس فصه تاع ثوم وصح. هنا بعد ما تقلى معايا هذاك البصل والثوم مليح، نروح نضيف عليهم مغرف كبيره تاع طماطم تاع القوطي، طماطم المصبره، ونروح نضيف عليهم هذيك الحبه الكبيره تاع الطماطم اللي كنت رحيتها، وحتى هما نقلوهم مليح. نقعدو نحركو فيهم ونقلوهم كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما تقلاو معايا، تقلت معايا هذيك الطماطم غايه، نروح نضيف كميه تاع الحمص كتروا في الطبق تاعكم من الاحسن، لاخاطش هذا الطبق تاع البرانيه هو يبغي الحمص. ونقليهم شويه ونروح نزيد نكمل نضيف التوابل اللي هما سكنجبير، الحرار، كركم، وقلت لكم الكرويه قلت لكم متكتروش بزاف، ديروا كميه قليله. ومباشره نروح نمرقوا بالمحامي لي زيبيس، يعني هنا ما يتقلاوش معايا ديريكتوم نروح نمرقهم. انا كي بديت نقلي في المرقه نتاعي كنت دايره ديجا طاوه حمى على جهه باش نمرق بها. ثم ثاني كي تبغوا تمرقوا قبل ما تبداو تقلوا ديروا الماء يحمى على جهه وراكم تقلوا في الماكله نتاعكم، يعني كي توجد معكم ما سقوها بهذاك الماء اللي يكون سخون. والمرقه تاعكم الله يبارك تجيكم بنينه كي تمرقوها بالمحامي. نقفل عليها الكيكوطه ونخليها طيب في غرضها. انا بالنسبه للبطاطس عبرانيه قطعتها الى دوائر، يعني شويه يكونوا خشن في الاخر تاعهم ما ترقيهمش بزاف. وبالنسبه للباذنجان ثاني قطعته كما راكم تشوفوا وخليته شويه السمك نتاعه خشين. هنا راح نقليه مباشره. بعد ما قليت البطاطا وقلعتها درته هو يتقلى. انا في الخطره الاولى درت لها الزيت، كي شتا شربها كاع خليتها غير كيما هكا على هذاك الزيت تاعو وقعدت نشوي فيه، يعني ما زدتلهش الزيت، غير في هذاك الزيت اللي كنت درته له. كي شربه لي كامل قعدت نشوي فيه كيما راكم تشوفوا. ولا باه يجي معك صحي اكثر واكثر ديري بابي كويسو ودهنيه بالزيت ودخليه ثاني في الكوشه. كما نعرفوا هنا الباذنجان يعني يشرب الزيت بزاف، درت له بابي سويسون من تحته ويعني مخليته يتقطر باه ما يجينيش مزيت بزاف. وهنايا نروحوا للتقديم تاع الطبق نتاعنا. هنايا درت حبه تاع باذنجان، حبه تاع البطاطا. كيما قلت لكم البطاطا خلوها شويه خشينه في السمك نتاعها، يعني كي تقلوها ما ترقوهاش بزاف. المهم الباذنجان قطعوه الى دوائر. الباذنجان كي تجو تقشروه من برا كشغل ديروا له زيغزاغ، قشروا جهه وجهه ما تقشروهاش، قشروا جهه وجهه ما تقشروهاش، باه يجي معكم الشكل تاعها ثاني شباب وتكون راقيه كيما يقول لك العين تاكل قبل الفم. ونكملوا نستفوا كامل الحبات كيما راكم تشوفوا، حبه تاع باذنجان، حبه تاع بطاطا. ونروح نجيبوا المرقه تاعنا. شوفوا الله يبارك هذيك المرقه كيفاه جات خاطره، وداك الحمص الله يبارك ثاني طاب، الله يبارك زبده. يعني مام هذيك البطاطا والباذنجان نزيدو نسقوهم شويه بهذيك المرقه، ونزيدو نحطوا حبه تاع الحمص فوق هذاك الطبق تاعنا باه يجي باين. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، طبق البرانيه اللي جا بزاف بنين، وكان هذا هو التقديم نتاعه. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. نتلاقاو في وصفات جدد. سلام.